صباح الخير. ده الجزء التاني من مشتريات من بلد بورسعيد. الجزء الاول هتلاقيه قبل الفيديو ده على طول. خلاص ده وارجعي للفيديو الاول بتاع اللبس والطرح والحاجات دي. النهارده انا هوريكم مشترياتي للبيت. يلا بينا. انا جيت يا جماعه. قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا لقيت مخزن بالصدفه في البالة بورسعيد اللي هي اتهدت. لقيت مخزن بسم الله ما شاء الله كبير قوي. ولما نزلت الفيديو على تيك توك وعلى انستجرام لقيت الناس عارفين المكان ده بيقولوا ايوه احنا بنروحه وبتاع. كان في جيشين من الناس، جيش اعترض قوي وجيش قال لي انا عارف المكان ده واحنا بنحبه قوي والاسعار كويسه وبتاع، بس انت جايبه الحاجات باسعار كويسه قوي مش عارف ايه. ما يعرفوش ان انا ما كانش معايا فلوس كتير، يعني كنت داخله المحل بحدود 130 جنيه على بعضهم او 140 جنيه. فقلت للراجل انا مش هينفع اسيب الحاجات دي وانا مسافره، فانا مش عارفه انا هروح المكان ده تاني ولا لا. وبصراحه انا قعدت انقي في الحاجات، كان في حاجات حلوه قوي، مخزن الله اكبر كبير 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 ما شفتش زيه قبل كده. فانا لما صدقت رحت شفته، لاني اصلا المخازن دي انا ما بشوفش زيها غير في فيديوهات الاجانب. يعني انا بتفرج مثلا على اليكسا، حد عارفها بتعرض حاجات زي دي، بقعد اقول يا لو في مكان زي مصر، في مصر زي ده انا لقيته. فانا نسيت الناس اللي كانت معايا ودخلت المخزن عالم تاني خالص. كنت عايزه اخلص بسرعه بس انا ما خلصتش بسرعه. لو قعدت 3 ساعات هحس ان هم 5 دقايق من كتر ما هي الحاجه. انا مستمتعه من المكان ما كانش منظم وعشوائي، بس هو حلو في عشوائيته، حلو ان هو زحمه كده ومفيش حاجه مرتبه فانت بتلقطي. انا كان نفسي يبقى معايا فلوس كتير وكان نفسي يبقى عندي وقت اكتر علشان الف في المكان ده. يا رب ان شاء الله اروح المكان ده تاني، لان انا ما بسافرش كتير بس انا نفسي اسافر تاني. فتعالوا نشوف المكان اللقطه اللي انا بقول عليه المخزن ده، ولو انتوا عرفتوا تروحي ولو انت من بورسعيد لازم تروحي وحظك. يلا بقى نشوف بسرعه الفلوج الصغير ده ونرجع تاني. عدد كام بقى؟ طيب هوريكم اول حاجه جت عينيا عليها في المخزن ده، وانا كنت فاكره ان ده مجرد ترابيزه وعجبني فيها طبقين. بعد ما اشتريت الطبقين دول اكتشفت ان هو مخزن، وده يعني ترابيزه من بدايه الطريق ان هي بدات تندع. فجبت اول حاجه دول. مش هقدر اتكلم على جمالهم، مش هقدر اتكلم على جمالهم. ولما اشتريتهم طبعا هم فيهم كسر، يعني بصوا فيهم كسر هنا اهو، وده كنت اتعور، وده في كسر. تمام. فهو الراجل قال له وانا بحاسب، قال له 2 طبقين مكسورين ب20 جنيه، الواحد ب20 جنيه. واحده زيي دول متكسرين يا عم وبتاع، وانا مش هاخدهم، بس انا اشتريتهم عشان اول ما شفتهم حسيت ان هم لا دول مش من الزمن بتاعنا، ده يعتبر مش من الزمن بتاعنا. وعلامه الفيل دي، علامه الفيل دي انا لما روحت عملت عليها سيرش لقيت ان دي براند معموله من القرن 19 1800 حاجه و60. تخيل يعني احنا في القرن 21.
وده من القرن ال19، يعني بقاله مثلا 200 سنه. انتوا متخيلين؟ اتكسر بقى على ايدي، اتكسر على ايدي. انا استخدمتهم بطريقه حلوه، وبطريقه ان انا احطها في الصاله علشان اشوفهم وانا رايحه وانا جايه، وبحبهم، غسلتهم وطهرتهم وكل حاجه. مش هستخدمهم للاكل عشان ما يعني مش هستخدمهم للاكل، انا استخدمتهم كديكور، حاجه احط عليها شمع، احط عليها اكسسوارات، احط عليها المفاتيح، يعني ممكن نحط عليها اي حاجه. ف دول عجبوني. في ناس على تيك توك قالوا دول حلوين قوي، وفي ناس قالوا لي انت بتجيبي كراكيب، الكراكيب دي احنا بنرميها. فانا اقول اللي بيقولوا الكراكيب انت بترميها دي، احنا بنرميها دي، انت كده يعني لا، مش نفس اهتماماتي. تعالوا بقى اوريكم الحاجات التانية اللي انا اشتريتها. الحاجة التانية اللي شفتها، ودي كانت محطوطة في كرتونة في وسط الكراكيب، لمحت حاجة لونها احمر كده جبتها. هو في غلط ان هو مكسور من هنا، وكان شكله مش حلو خالص وانا بشتريه، بس انا حولته ان انا حطيت صورتي، عملت طبعت صورة لونها ابيض في اسود، عشان عجبني اللي هو شغل الفينتج اللي في البرواز. هو برواز بلاستيك، الراجل قال برواز بلاستيك 15 جنيه، بس انا بالنسبه لي مش ب 15 جنيه خالص. وعجبني ديزاينه قوي، وعجبني لونه اللي هو لونه احمر. لو كان اي لون اصلا كان هيعجبني، لان هو ستايله ذات نفسه عجبني. وحطيت صورتي، حطيت صورتي وانا في راس البر بقى وبشرب بيبسي يعني لازم احط صوره تعبر عن انا بحب ايه. فانا بحب اشرب بيبسي كتير طبعا، هشاشة العظام جميله، وبحب البس الطاقية دي. فهو ده انا يعني. بصوا كنت الشمس كانت عامله عيني كده. بصوا بقى، قولولي البرواز ده كلفني كام على بعضه بالمنظر ده؟ يعني قولولي كده في التعليق. هو ممكن البرواز ده لو انت مثلا دخلتي شقه حد ولقيتيه، ممكن تقولي ان هو اتكلف كام؟ اهو شوفي كده هو اتكلف كام وقوليلي. تمام. ده تاني حاجه. اشتريت البيت ده، بيت العسولة ده. بصوا في تفاصيل، يعني بيت هنا باب اهو ممكن تعلقيه، وفي هنا آه شبابيك. دي مش مبشرة. انا اول ما شفت قلت ايه المبشرة دي ولا ايه؟ عارفين انتوا بقى ايه البصل مؤثر على دماغنا. دي مش مبشرة، ده بيت، وانا عملته بيت للشمع، يعني حطيت شمعة كده عليه نور. هوريكم طبعا انا استخدمت كل الحاجات دي كلها ازاي. ده كان ب10 جنيه. عجبني لونه اللي هو لونه يعني ذهبي كده. ممكن انا استخدمه للديكور يعني عشان هو عاجبني، ممكن استخدمه في اي حتة بقى يعني. وكان عنده كتير منه، بس انا نقيت حاجة اللون اللي هو المفضل بتاعي، اللي هو اللون الذهبي. انا بحب الحاجات اللي لونها ذهبي او نحاسي، بحب الحاجات دي قوي. تعالوا بقى اوريكم الحاجة ان انا اول ما اشتريتها فرحت بيها، ولما سمعت سعره والراجل بيقول لي، قلت ده حلو قوي وسعره حلو، لان انا كنت حاطه في دماغي افكار تانية واسعار تانية. فلما قال لي كده اشتريته في ثانيه في ثانيه في ثانيه، ما فكرتش انا معايا في جيبي كام. ده بصوا بقى، ده طبق حديد هاند ميد، شغل يدوي كله. والراجل قال لي ده شغل يدوي، فعلا شغل يدوي. في اللحام باين، اللحام هنا. وبصوا الرجول، بصوا الرجول، بصوا عامله ازاي. ده طبق فاكهه، هو صغير على فكره، يعني هو قد كف ايدي، اهو كف ايدي اكبر منه. عجبني تفاصيله، عجبني لونه. لقيت في حتت كتيره مصديه فيه، يعني انا لحد دلوقتي مش عارفه اشيلها قوي. بس انا قلت يعني يوم ما مش هعرف انضفه، فانا هوديه عند الحداد ينضفهولي وياخد رشه محترمه نفس اللون. عشان في ناس على التيك توك اقترحوا عليا ان انا الونه، بس لا، انا عايزه اسيبه زي ما انا اشتريته كده، اللي هو ذكرى. هو انا كنت سايباه كده، مش بقى اقول للناس ده كان لونه اسود وانا غيرته اللون ذهبي ومش عارف ايه. لا، انا عايزاه يفضل زي ما هو كده، وبالشغل اليدوي اللي فيه كل حاجه. هو في حتت كتيره مصديه فيه، بس انا ممكن اجيب بخ من عند الموان اللي هو ضد الصدى بفرشه كده، عشان خايفه اعملها بالصنفره الطبق يبوظ او اي حاجه من اللحام يفك.
انا بطبطب عليه في المعامله بتاعته عشان هو عاجبني. الطبق ده كان ب40 جنيه. كان بكام؟ في حد صوت في الشارع. كان ب40 جنيه بجد. بس مش هكذب عليكم لو قلت لكم انا بحط فيه فاكهه بجد. انا بحط فيه الريموتات، يعني بحط فيه الريموتات كده عشان الريموت كل شويه بيضيع، فحطيت فيه الريموتات. ماشي. آه هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها بالفلوس اللي كانت معايا. وانا لو كان معايا فلوس اكتر كنت جبت اكتر، كنت لفيت اكتر، لو كان عندي وقت اكتر كنت لفيت اكتر. فانا بتمنى ان انا اروح المكان ده تاني، ولو رحت هصوره لكم تاني. وما اعرفش بقى اصحاب المحل يعرفوني ولا لا، علشان انا يعني بقول لكم الفيديو نزلت ريل على تيك توك جاب لي حوالي 1,000,000 فيو. فممكن نكون احنا مصدر رزق برضو الناس، يعني ممكن يكون المخزن ده محدش يعرفه قوي، فواحده زي عاديه بتسجل فيديوهات عادي ابقى مصدر رزق لحد. فالحمد لله ان انا ربنا مديني صحه ان انا اصور فيديوهات، وانا بحب اصور فيديوهات. اي نعم المشاهدات قليله قوي، وساعات بيجيلي اكتئاب، او ساعات بيجيلي ان انا ببقى حاطه في دماغي احتمالات وبينزل وبيجي احتمالات تانية خالص، وساعات بحس ان القناه بتاعتي ممكن تتقفل في اي وقت علشان الفيوهات ضايعه خالص. بس ما بفقدش الامل. وانا لدرجه ان انا صليت صلاه استخاره وقلت يا رب يعني اديني علامه ان انا اكمل ولا ما اكملش. بس الحمد لله مكمله، اكيد ربنا رايد ان انا اكمل. ف بس يعني بفكر من الناحيه الايجابيه، اللي هو ابص على نص الكوبايه المليان، كوبايه دشدشت ماشي. دي كانت فيديوهات النهارده، وانا جايبه حاجات شبه دي من الوكاله اللي في القاهره قبل ما اشتري الحاجات من بلد بورسعيد. فتابعوا الفيديوهات الجايه علشان جه في دماغي دلوقتي ان انا هصور لكم الحاجات اللي انا كنت شاريها من البلد اللي في القاهره، عشان كنت شاريه حاجات حلوه قوي ونفس الافكار دي، وهقول لكم انا شاريها منين وفين وبكام، وهحكي لكم كل حاجه. فتابعوني الفيديوهات الجايه، ولو عجبك الفيديو اعملوا لايك واشتراك، واعملوا لايك واشتراك، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.